في ناس كتير بتسأل ليه النسخ القديمة من العطور بتعيش وبتفضل أيقونة والنسخ الجديدة بتبقى باهتة وضعيفة. ايه اللي حصل بالظبط؟ وهل فعلا الشركات بقت تركز على الكميات بدل الجودة، ولا الموضوع مرتبط بالمواد اللي اتمنعت في السنوات الأخيرة؟ النهاردة هشارك معاكم تجربتي الشخصية الصريحة مع إبيك مان من أمواج. السلام عليكم. حبيت بس اديكوا تنويه كده سريع، انا مش متعاون مع اي براند ومفيش عطور اتبعتت لي مجانا. كل اللي بقوله هنا هو تجربتي ورأيي الشخصي، وطبعا الاذواق بتختلف، ممكن يعجبني عطر وما يعجبكش او العكس. عشان كده انصح دايما انك تشتري سامبل او عينة قبل ما تستثمر في ازازة كاملة. اهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن عطر إبيك مان من امواج، واللي هو على ايد العطارة السورية رندا حمامي، وهي عطارة معروفة ان عملت كذا عطور لشركات كبيرة مثل شركة جلين. ومصدر الهام العطر هو طريق التجارة القديم اللي هو طريق الحرير. يعني كده بتحس ان العطر فعلا بيجسد روح الرحلات أو السفريات التجارية الأسطورية اللي كانت ما بين الشرق والغرب، واللي معروفة إن أيامها كان دايما بيتاجروا في التوابل وأشياء أخرى. يعني عطر كده ليه قصة جميلة، وتحس كده فيه روح أسطورية وبتحمسك إلى السفر أو التاريخ القديم. تعالوا بقى نتكلم في نوتات العطر. طبعا العطر ده فيه كمية نوتات رهيبة، يعني كل حد بيشمه المفروض بيشم حاجة تانية خالص، بس هنتكلم عن من النوتات دي وإزاي أنا مش عارف أشم معظمها كمان شوية. بس أديكوا بقى الليستة اللي هي مكتوبة في مواقع فراجرانتيكا. المفروض الافتتاحية العطر بيبقى فيها الفلفل الوردي، اللبان الدكر، الزعفران، جوزة الطيب، الهيل، الكراوية، وعشب المرت. في قلب العطر في المر، إبرة الراعي، وقاعدة العطر في البخور، العود، جلود، والكاستوريوم أو النوتات الحيوانية، والباتشولي، خشب الأرز، خشب الصندل، والمسك الأبيض. تعالوا بقى نرش عطر إبيك مان من أمواج. انا هرشه على ايدي. على فكرة العطر ده انا اشتريته يمكن من 10 شهر 7، احنا دلوقتي في 12 او 13 شهر 8 2025. والنسخة اللي عندي الجي باتش، هبقى احط صورة ليها في الكليب. يعني اتصنعت في 2024 في شهر يناير. ويقال ان العطر ده هو عطر سبايسي تبلي حار وخشبي، وفي كمان العود والبخور. تعالوا نرش إبيك مان أمواج. افتتاحية العطر أنا يعني ما كنتش متوقع إن هي تكون فريش إلى حد ما. هي فريش وطبعا تابلية، فأول ما ترش كده بتحس بدفعة كده تابلية ولمسة خفيفة كده من البخور ويقال إن العطر فيه عود حتى في الافتتاح، بس أنا صراحة مش ما بشمش العود في الافتتاح العطر. يعني العطر ده أنا زي ما قلت لكم اشتريته يمكن من 40 يوم تقريبا، جربته مرارا وتكرارا. العود ده بيظهر يعني في حسب تجربتي في قاعدة العطر، يعني بعد 6 ساعات تقريبا بشم عود، بس مش عود قوي وواضح، لا، حاجة كده خفيفة، عود خجول جدا. فعشان كده أنا ما كنتش يعني متوقع إنه العطر يبقى فريش كده، بس كنت أتمنى إن افتتاح العطر يقعد لساعات أكتر من كده. وإحساس العام في أول ما ترشه كده هو إحساس رجولي أخضر، يعني ما فيهوش أي حاجة كده مزعجة أو سينثيتيك، حاجة كيماوية أو صيدلية، لا، هو عطر أولد سكول. وإحساس العام للعطر ده هو عطر يعني أخضر وشرقي، عشان البخور اللي فيه والتوابل طبعا. والعطر ده فعلا عطر رجولي، وبتحس كده انه عطر فخم جدا. بس كنت اتمنى ان العطر يبقى لينير زيادة، عشان الافتتاح بتاعه عجبني اكتر
من الدراي داون. وطبعا الدراي داون بتاعه زي ما قلت لكم مائل الى السموكي الدخاني المسكي، والمفروض ان فيه عود، بس تقريبا انا يعني شمه بس من بعيد جدا، يعني مش واضح اطلاقا، مع اني شفت كمية ريفيوهات رهيبة، لاني بحب اعمل ريسيرش قبل ما اشتري عطور زي دي. صراحة انا ما اشتريتش سامبل، انا اول ما جبته افتكرته ايه ده شكله عطر الاصلي، بس حد حط عليه مية ولا حاجة، عشان العطر مش بقوة الريفيوهات اللي انا قريتها او الفيديوهات اللي انا شفتها. عشان كده انا قلت لكم الباتش اللي عندي، النسخة اللي عندي، واتمنى ان الريفيورز في المستقبل يقولوا لنا انهي نسخة بالظبط عندهم من العطر اللي هم بيعملوا له ريفيو. فبعد الريفيورز بيقولوا ان العطر ده هم مش شامينه خالص. انا بيبقى عندي مشكلة مع عطر باكارات روج 450 او 540. انا شخصيا لا انا ولا المدام بتاعتي بنشمه، يعني في حاجة كده كيماويات كده احنا ما بنشمهاش خالص، ودي حاجة غريبة انا ما كنتش متوقعها خالص. الله اعلم العطر ده، يعني انا اول ما اشتريته ما كنتش شمه خالص، يعني كان ضعيف جدا. ومع مرور الوقت شفت ريفيوهات وناس كده بتقول لا العطر ده لازم تعتقه، وطبعا في المثل اللي بيقول اسأل مجرب وما تسألش طبيب. فانا قلت ايه، اخش في الاجواء النظريات العميقة واروح اجرب. فعملت ايه، جبت العطر، شلت الغطا بتاعه وحطيته في البوكس بتاعه وحطيته في الدولاب فلمدة تقريبا شهر بالظبط. وكل كام يوم كده ارش منه، فرشيت منه بتاع 10 15 مرة، كل كام يوم كنت ارش منه واجربه. فمش عارف انا اتعمل لي غسيل مخ ولا الله اعلم، بس انا حاسس ان انا شامم العطر اكتر من الاول، بس الثبات بتاعه يعني بيقعد 6-7 ساعات. بس انا في رأيي ما بحسبش 6-7 ساعات زي مثلا عطر الكسندريا 2 او عطر انترلود امواج، خاصة النسخة اللي عندي 2021 ميد ان يو كي، وعطر رويال توباكو النسخة اللي عندي برضو صنع في عمان. لما بقول لك العطور دي بتقعد 12 ساعة 10 ساعات تتوضى، لا انا بقول لك حاجة مفترية. هنا بقى عكس كده خالص، هنا العطر ده هيقعد معاك 6-7 ساعات بس مش من الاول. انا حاسس انه مع مرور الوقت العطر فعلا بقى واضح اكتر، وبقى او حتى يمكن انا في بعض الناس بيقولوا ان مناخيرك بتتعود عليها، انفك او حاسة الشم بتاعك في بعض العطور والكيماويات اللي موجودة فيها لازم مناخيرك تتعود عليها، فتشمها كذا مرة عشان تعرف تشمها بقى، يعني ما يبقاش عندك عمى للشم بعض المنتجات او الكيماوية اللي هي في العطور دي. فعلى العموم انا بقول كلام غير منطقي، انا كل كلامي اللي انا بقوله ده كله حوارات، فكله حاجات كده عن تجارب. الله اعلم اذا كان انفي بقى يشم العطر بعد تجربتي ليه مرارا وتكرارا، يا اما العطر عتق، الله اعلم. حبيت بس اقول لكم اوضح لكم النقطة دي. فلما حتى مع التعتيق اللي انا عملته للعطر، وحتى يومنا هذا هحطه في الدولاب واخليه في البوكس بتاعه واخليه يعتق، فهشوف ممكن اعمل لكم ريفيو تاني بعد مثلا 6-7 شهور، اشوفوا العطر لو في حاجة فيه اتغيرت. بس فعلا العطر مش قوي جدا خالص، خارج توقعاتي. انا ما كنتش متوقع عطر ايبك مان بكمية التوابل اللي فيه، النوتات التابلية الكثيفة والبخور والعود والحاجات دي والكاستوريا. توقعت حاجة تانية خالص. العطور بيتعمل لها ريفورميليشن او اعادة صياغة، مش بس عشان الشركة نفسها عايزة توفر في قرشين وكده، لا، في بعض الاحيان الاتحاد الاوروبي مثلا او اتحاد العطارين العالمي عندهم حاجة زي كده، عندهم جهة زي اليو ان بتاعت العطور او التجارة منظمة التجارة العالمية، حاجات زي كده. منعوا بعض الكيماويات في الفترة الأخيرة اللي بعضها بيؤدي إلى مثلا حساسيات. في بعض الناس عندهم حساسية أو sensitivity للمواد الكيماوية دي، وفي بعضهم بيقولوا إن هي فيها مواد مسرطنة، زي مثلا حاجة اسمها ليليال اللي بتدي ريحة وردية نظيفة، وحاجة تانية كده اسمها الفاليتس دي اللي هي مايكرو بلاستيكيات نانو بارتيكلز بلاستيكية. البلاستيكيات المايكرو دي احنا يوميا بتشرب ازازة مية بلاستيكية فيها
النانو بارتيكلز دي موجودة فيها. يعني دي حاجات بنستخدمها يوميا. عطر زي ده مثلا بنستخدمه مناسبات، يعني مفيش حد هيرش امواج ايبك مان يوميا، مفيش حد هيرش عطر انترلود مان ويستحمى بيه، لا، حاجات بنرشها كده على الخفيف. مثلا رايح مشوار مهم، خارج مع المدام، خارج مع خطيبتي، رايح اجتماع، ارش عطر كده. بس اشمعنى المايكرو بلاستيكس دول يتمنعوا في العطور، مع ان المايكرو بلاستيك دول بيقال ان هي بتدي العطر ثبات قوي جدا وفواحان رهيب؟ فمشكلتي مع الجهات دي اللي منعت الحاجات دي، اشمعنى المايكرو بلاستيك اتمنع في العطور اللي ما بنستخدمهاش يوميا ومسموح وجودها في اي ازازة مية معدنية بلاستيكية؟ فانا في رأيي لو حاجة بنستخدمها يوميا المفروض الحاجات دي الكيماويات دي ما تبقاش موجودة فيها. بس لو حاجة بنستخدمها كل شهر مرتين ثلاثة، حاجة بنستخدمها مرة في السنة، مرة كل شهرين، انا مش شايف اي مشكلة فيها بصراحة. وتاني حاجة ان بعض الشركات زي مثلا شركة بارفامز دي مالي، هم وضحوا واعلنوا ان فعلا اغلب عطورهم اعاد صياغتها، والكونسنتريشن او تركيز الكحول اللي كان فيها كان زمان 77% ودلوقتي بقى 82% في اغلب العطور. فاتمنى شركات العطور العالمية زي امواج ان هم يقولوا لنا ايه العطور اللي اعاد صياغتها، ايه العطور. طبعا لو احنا خمنا لما البوكس بتاع العطر بيتغير، ولما البوكس بتاع العطر يتغير، ده اللي هو البوكس الجديد طلع تقريبا من بعد 2023، ولما يغيروا مثلا شكل الإزازة اللي بيعيدوا صياغة العطر، أو تقريبا لما بيغيروا المدير التنفيذي للشركة. هو خلاصة الكلام، العطر صراحة جربته بس في الأجواء الحارة، ولما جربه في الشتاء إن شاء الله لو في أي تغيرات أنا هبقى أعمل فيديو تاني. وفعلا العطر كنت متوقع منه الكثير. ولو انتوا شفتوا الريفيوهات اللي في فراجرانتيكا، يعني للأسف الشديد الجروبات الأجنبية حسيت إن فيها نوع من الصدق أكتر. يعني تحس ان الناس بتقول له عطر طاغية، عطر يجنن، عطر فواح، وبتخنق منه وخايف ارش ومرعوب والتيت والشريط. لا، انا حبيت اقول لكم الكلام ده اساطير الاولين، كنت اتمنى كلامهم يبقى صح. على العموم العطر انا زي ما قلت لكم انا بحب الافتتاحية بتاعته، وتحس ان كده مفهوش الميدل، مفهوش النوتات الوسطية، فبيقع على طول للدراي داون. يعني بعد ساعتين ثلاثة كده، بعد الساعتين بالظبط بيقع للدراي داون وهو عطر قريب من جلدك. الافتتاح طبعا فواح شوية، يعني ممكن تشمه مترين ثلاثة كده. رشيته والمدام شمته على طول، كانت بعيدة عني، وبعد كده بينط على الدراي داون على طول. البخور وعود خفيف جدا، وللأسف كنت متوقع الكثير من العطر ده. مش عارف بقى، اشتريت سامبل كمان لنسخة قديمة اللي هي الكاب اللي هو البلاستيك اللي هو من تقريبا من 2016، وشمتهم بجوار بعض، وصراحة حسيت ان النسخة القديمة ريحة الحيوانية كانت ديرتي، بس مع ذلك العطر ما أبهرنيش. وأنا طبعا من كبار عشاقي شركة أمواج وبحب عطورهم. بس دلوقتي يعني زمان كنت بشتري العطر ومن غير ما أجربه، بس دلوقتي أنا لازم أعين، لأن طبعا عطور أسعارها غالية ومش عايز أندم. وهوريكم الريفيوهات بقى الناس كاتبينها في موقع فراجرانتيكا النسخة العربية، يعني أسطورة بكل المقاييس، بل أراه أسطورة عالمية. أشكر كل من تفنن في نسج هذه المكونات وتنسيقها. عطر رجالي بحت، قوي للشتاء، للأماكن المفتوحة، الثبات والفوحان 10/10، جمال الرائحة 10/10، السعر يستحق سعره وأكثر. للأسف يا أخي الكريم، يا إما تقول لنا
النسخة اللي عند حضرتك، يا إما أنا لا أتفق معك، بالعكس أنا بقول الكلام ده مستحيل. وأخ تاني بيقول أجمل عطور البخور غني بالمكونات، توظفت باحتراف واتزان وعمق شرقي، ويعد أيقونة دار أمواج العمانية. يا جماعة، هل إحنا بنتكلم عن نفس العطر فعلا؟ أنا مش فاهم صراحة. يعني لو العطر، أنا كنت حاسس إنه عطر الافتتاحية عجبتني جدا، وكنت أتمنى العطر يبقى لينير، يبقى عطر ثابت بالافتتاحية بس، عشان للدرجة دي عجبني. بس مع ذلك هو عطر خفيف جدا قريب من اسمك. هو في ريفيو تاني بيقول عطر رجولي مصمم لرجل ناضج في منتصف العمر، يتميز بمزيج غني من الروائح الحارة والمنعشة بنفس الوقت، نقاء مدهش. يعني هذا العطر بيديك حالة من الفخامة والتميز. فمش عارف والله، أنا حاسس إن الناس دي شمت عطر تاني خالص، يا إما الناس دي عندها نسخة قديمة جدا أنا ما شمتهاش. أنا النسخة اللي اشتريت السامبل منها من واحد صديق ليا كانت من 2016، وحتى النسخة دي اللي من 9 سنين مش قوية، بتقعد أكتر من النسخة دي ساعة ساعتين بس مش أكتر، يعني مش حاجة مبهرة خالص. وفي أخوه شخص تاني بيقول أمنيتي إني أكره هذا العطر ولكن ما أقدر، جميل 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 إلى أبعد حد رجولي صارخ. زي ما قلت لكم، عطر زي ده لازم تستحمى بيه عشان تشمه. وهديكوا بقى الرسم البياني من موقع فراجرانتيكا، وشوفوا بنفسكم كمية الناس اللي بتقول إن العطر ده عطر وحش، عطر قوي. اتفضلوا شوفوا الرسم البياني ده. فعندك ثبات العطر أهو، بيقولك في 66 شخص بيقولوا، اللي هو تقريبا 3%، 66 شخص بيقولوا العطر ضعيف جدا. وعندك 112 شخص بيقولوا العطر ضعيف، وفي 350 بيقولوا عطر متوسط، وفي عندك 856 شخص بيقولوا العطر ثابت، 587 شخص بيقولوا العطر شديد الثبات. ومحدش فيهم وهو بيعمل الرانكينج ده قال النسخة اللي عنده من سنة كام واشتراها امتى ولا شيء من هذا القبيل. الإحصائية نفسها كده أحس إن هي ملوثة إلى حد ما. من ناحية بقى انتشار العطر، هو الرسم الشارت اللي عندنا 180 شخص بيقولوا العطر ناعم، 723 بيقولوا متوسط، 983 بيقولوا العطر تقيل، و356 شخص بيقولوا الفواحان والانتشار بتاعه هائل، يعني نوكلير، نووي. يمكن انا حاسة الشم بتاعي بايظة، الله اعلم. عطر ما جاليش عليه اي نوع من الاطراءات غير عطور زي مثلا انتولودمان وعود ماراكويا. للاسف ده حاجة مختلفة خالص. وحبيت اقول لكم تجربتي مع العطر. قولوا لي بقى، هل جربتم عطر ابيك مان من امواج؟ ايه رايكم في العطر ده؟ وانهي نسخة عندكم اشتريتوها امتى؟ وهل العطر فعلا يستحق الاقتناء؟ وزي ما قلت لكم، انا لو الزمن يرجع بيا للورا ما كنتش صراحة اشتريت العطر ده، كنت على الاقل هجرب سامبل. قولوا لي رايكم فيه في التعليقات. ولو اول مره تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان ما يفوتكمش مراجعات صريحه جدا جدا لافضل وابرز عطور نيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.